فالعقل الذي يرى النور في أصعب اللحظات هو الذي يبدع في اجتياز العتمة. في عالم مليء بالتحديات والصعوبات، قد تبدو فكرة التفاؤل في بعض الأحيان بعيدة عن متناول اليد، لكن الحقيقة أن التفاؤل ليس مجرد حالة ذهنية، بل هو خيار نختاره كل يوم. خيار قد لا يكون سهلا، لكنه هو الذي يفتح لنا الأفق ويمنحنا الأمل في غد أفضل. التفاؤل لا يعني أن نغض الطرف عن الواقع أو أن نعيش في عالم من الأوهام. لا، التفاؤل يعني ببساطة أن نختار أن نرى الفرص في قلب المحن، وأن نؤمن أن مهما كان الظلام فإن الضوء آت في النهاية. عندما تمر بلحظات صعبة وتواجه تحديات تعجز الكلمات عن وصفها، تذكر أن الأوقات الصعبة ليست النهاية، بل هي جزء من رحلة الحياة. أنت كما أنا جزء من هذا الكون الذي يزخر بالقوة والقدرة على الصمود. تذكر أن ما بعد العسر إلا اليسر، وأن كل أزمة هي فرصة لتنمو وتتعلم وتصبح أقوى. في اللحظات التي نشعر فيها بأننا فقدنا الأمل، تذكر أنه لا يقاس التفاؤل بحجم الحظ أو الظروف التي نمر بها، بل بكيفية رؤيتنا للأمور. التفاؤل هو أن تظل تؤمن بأن هناك شيئا جميلا في المستقبل رغم كل ما تمر به الآن. لقد قال الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر: إن الحياة هي ما نصنعها منها، والمرء لا يجب أن يخشى المجهول لأنه هو الذي يصنع المصير. إذن كل خطوة نخطوها نحو الأمل هي خطوة نحو تغيير ما يبدو مستحيلا إلى واقع ممكن. وفي كل مرة تجد نفسك ضائعا أو محبطا، فقط تذكر أن الكون كله يعمل لصالحك بطريقة أو بأخرى. قد لا تكون الأمور كما تودها اليوم، ولكن مع كل صباح جديد هناك فرصة جديدة لبداية مختلفة. حتى في أشد اللحظات سوادا يمكن للروح البشرية أن تضيء الطريق. وفي النهاية فإن التفاؤل ليس مجرد رفاهية، بل هو ضرورة. هو سلاحنا في مواجهة مصاعب الحياة، هو درعنا الذي يحمي قلوبنا من القسوة، هو نبراسنا الذي يرشدنا نحو النور. إذا كنت ترى العالم مليئا بالظلام، فإن وظيفتك هي أن تكون أنت النور الذي يشع. مهمتنا في هذه الحياة ليست أن نعيش بدون ألم، بل أن نتعلم كيف نحتفظ بالأمل في قلوبنا رغم كل شيء. فالآمال الصغيرة التي نزرعها اليوم هي التي سنحصدها غدا. إذن كن متفائلا، لأن التفاؤل هو سر النجاح وحافز الحياة وقوة الروح. وها هنا في هذه اللحظات التي تنقضي، الحياة ليست دائما كما نتوقع، لكنها دائما كما نحتاج. ربما لا نمتلك القدرة على تغيير ما يحدث لنا، ولكننا نمتلك القدرة على تغيير كيف نراه وكيف نتفاعل معه. قد تكون الأيام قاسية، لكن في كل يوم جديد هناك فرصة لتصحيح المسار ولرؤية الجمال في التفاصيل الصغيرة التي كانت قد تغيب عن أنظارنا في زحمة الحياة. لا تترك لحظة الألم تمر دون أن تعلم أنك قد خرجت منها أقوى وأشد عزيمة، فكل لحظة تشهد لك بأنك قد صمت، وأنك الآن أقرب إلى الأمل مما كنت عليه. الحياة ليست سلسلة من الأحداث المزعجة، بل هي فصول تكتبها أنت بنفسك. فكن بطل قصتك، ولا تدع أي شيء يسلب منك ابتسامتك.